كابتن رضا عبد العال. آراءه دايما عاملة ضجة وعاملة قلق كده، بيحب دايما يبقى الرأي بتاعه مختلف قوي قوي، فعامل شاف قلق. المكسب ازاي بدأ يمشي في الزاويه دي. يعني الايه؟ هو شاف الجماهير اه، هو بتحب هو ايه شاطر، هو وبدأ شاطر. يشتغل على القصه دي. طبعا كابتن رضا عبد العال قيمة كبيرة، بس هو شاطر كلامه جدا يؤخذ بيه. جدا ان هو يبقى كلامه يؤخذ بيه في التحليل احيانا. احيانا. ما فيش حد اصلي ثابت، بس هو عنده حتة كده دايما بيحب يخبط يعمل حوارات يعني كده بس بتبقى دمها خفيف، يعني الناس بتحبها زي هو رهان. عارف الناس بتحب ايه فبدأ اه، يعني زي الرهان بتاع يشتغل كاس عليه. العالم اللي هو كان كوميكس سنين ده مع ابراهيم فايق، ده كان ممتع بصراحة، انا لغاية دلوقتي بستخدمه كوميك هو شخصيه يعني. مقبوله طبعا كابتن طبعا رضا، وليه كابتن منا كل كابتن طبعا رضا الاحترام كابتن طبعا. رضا تاريخ طيب تاريخ نشوف السؤال اللي كبير في بعدها. الكرة المصرية يعني. استاذ احمد مرتضى منصور. احمد مرتضى طبعا محترم طيب عملت يعني. معاه. اتعاملت معاه طبعا، اتعاملت معاه زمان كتير من قبل النادي، من ايام ما كنت مغني، هو كان حتى بيشارك اغاني بتاعت الزمالك بتاعتي. ولما حصل مشكله مع استاذ مرتضى هو اللي حلها لي، كان موضوع كبير وقضايا وحاجات كده، هو اللي تدخل وحلها، فدايما انا فاكر له النقطه دي. ظلم عنده. نفسه ما دخل مجلس الاداره. ما كانش ينفع يكون في مجلس الاداره، لان هو محسوب على استاذ مرتضى منصور، لان هو احمد مرتضى منصور هو فخور بده. فالنقطه دي دايما زي بالظبط مصطفى شوبير. لو مصطفى شوبير احسن حارس في مصر وصد بس مليون الجماهير صد بدات تعترف بمصطفى ودخل. شوبير دلوقتي لانه بص، بدا ينجح بالفعل. بداوا يعترفوا بيه. تخيل مصطفى شوبير لو دخل فيه جون غلط، ده واسطه عشان كابتن كان احمد بيحصل شوبير، في الاول فعلا. حتى لو هو ناجح، حتى لو هو احسن حد. فدي دايما بتلود ان زي ما الاهالي بتساعد بدخول او بتسرع طريق، طبعا بتلود جدا على الشخص. فاحمد مرتضى اتظلم طبعا. ممكن تكون قوه المستشار مرتضى ضرت استاذ احمد مرتضى. قوته. لا، ما اقدرش اقول قوته ضرته. بس هو احمد مرتضى كان شاطر في بعض الملفات، كان بيعرف كويس قوي يجمع الجماهير، هو كان بيحب الحته طيب دي. نشوف الصوره اللي بعدها. اسلام علو، المحلل الرياضي. اسلام. صاحبك طبعا. طبعا حابب تقول له ايه؟ اسلام صديق محترم، ويمكن احنا بنتخانق كتير في الاراء الكرويه، بس في الاول وفي الاخر احنا يعني اصحاب، وهو ده اللي انا عايز اوصله للناس، ان احنا مهما اختلفنا. يمكن انا بزعل من اسلام عشان هو زملكاوي، ولما بيتكلم بيبقى. قلت لك بقى طب انت كده عملت لنا مشكله على فكره، انت كده سبت لنا مشكله. ده انا جاي له على الهوا، مش هسيبه، مش هحله. لا شربتها يا بيه، لا اقول الصراحه. انا بضحك، انا قاعد بضحك. عامل ايه؟ انا عايز افهم هو هيخش يعمل لا انا ايه. عارف انه حبيبك، لا انا جاي لك. ده برنامج دخول مفاجئ. عامل ايه؟ انت يا بيه في دخول مفاجئ ورمضان كريم. كنت ايه رايك؟ نشوفكم الحلقه الجايه مع ضيف جديد. لبستها؟ ملعوبه. طيبين، نشوفكم الحلقه الجايه حبيبي مع ضيف جديد في دخول مفاجئ. ايه رايك يا بيه؟